السلام عليكم. قصتنا النهاردة كالعادة اللي احنا بنقولها عشان نطلع منها الحكمة. امبارح حصل موقف غريب جدا. سيدة فاضلة كانت رايحة لزوجها، مش متذكرة فين، في مكتبه، في شغله، في بيت، الله أعلم يعني. المهم لقيته قاعد مع سيدة تانية فاضلة، الله أعلم على حسب كلامها إن هو بيخونها يعني. فللأسف ما اكتفتش على كده، طلعت الموبايل وصورته فيديو أو لايف ونزلته. فبقى كل ده ربنا يصلح حالنا وحالهم، مش ده اللي أنا بتكلم فيه. أنا عايزة أطلع النقطة من الموضوع ده، يعني حرصا على بيوتنا. هل احنا برضو وصلنا لمرحلة ان احنا بقى سهل ان احنا نفضح بعض على السوشيال ميديا؟ أنا عارفة الخيانة متواجدة من قديم الأزل، وستات كتير جدا اكتشفوا الموضوع ده، بس خلاص يا بتطلب الانفصال يا بتكمل علشان بيتها وحياتها، لكن محدش بيسمع بينا يعني. لكن أنا لما أعمل كده وامسك الموبايل وافضحه وانزله، طب العشرة، طيب أولادك، طب ما انا كده بفضح اولادي، ما انا كده بحط لهم عقبة طول حياتهم. انك تصوري والدهم او واحد يصور مراته في وضع مش لطيف وينزله ويفضحها، انت كده بتأذيهاش بس، ولا انت بتأذيه بس، انتوا بتأذوا نفسكوا وبتأذوا اولادكوا، وبتفضل فضيحة ممتدة ليهم طول العمر. ما طول عمرنا يا جماعة بتحصل المواقف دي، وبناخد يا رد فعل يا بنسامح. لكن ايه حوار اللايف اللي على السوشيال ميديا، اللي يا نفضح في بعض يا يا نموت عليه، يعني فضيحة. فكروا في أولادكم يا جماعة، يعني نفكر في أولادنا شوية. بلاش الزعل، وبلاش الضغط يوصلني لمرحلة إن أنا أعمل حاجة وحشة. خدي قرارك بينك وبين نفسك، بس في الأول وفي الآخر استروا على بعض عشان بيتكم وعشان أولادكم، عشان ربنا يسترها مع أولادكم. ما هم في الآخر هم اللي ملطوطين.